لو سألت أي مشجع كورة عن أعظم ريمونتادا في تاريخ دوري أبطال أوروبا هو شافها، هتسمع إجابات مختلفة كتير. اللي هيقول لك ليفربول ضد برشلونة في 2019، واللي هيقول لك اليونايتد ضد بايرن ميونخ في نهاية 99، ولو يعني مشجع ميلانيستا هتلاقي الدمعة بتفر من عينه كده وهو بيقول لك ديفورتيفو ضد الميلان في ربع نهاية 2004، أو ليفربول مع الميلان في نهاية 2005. كلها ماتشات عظيمة وفعلا ما تتنسيش، بس بالنسبة لأي كولس كتالوني زي حالاتي أقدر أقول لك إن المعنى الحرفي لكلمة ريمونتادا هو ماتش برشلونة وباريس سان جيرمان في دور ال16 من بطولة 2017. كل سنة وانت طيب. أنا أحمد عماد، والنهاردة هحكي لك عن قصة واحد من أعظم ماتشات في تاريخ دوري أبطال أوروبا. لكن ده ما يمنعش إنك لازم تبقى عامل حساب مفاجآت الساحرة مستديرة، والساحرة مستديرة مفاجآتها كتيرة. برشلونة نزل قدام باريس سان جيرمان في الذهاب في فرنسا، خد 4 صايمة. لا هو كده اوريدي كلنا أخدناه يا جماعة. أكيد أخدناه طبعا.